بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. وبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق ومن به يستشفع. يقول صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم في مصاب لديه، طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. كان الرسول إذا أردتم أسوة يمشي على وجه الثرى قرآنا. يا أيها المختار جئت إلى الورى بالنور يسطع يرشد الحيران. علمتنا حب الوجود بأثره حبا يفيض كمن نسيم حنانا. علمتنا أن التراحم بيننا خلق يحول جدنا بستانا. من كان يرفع للمكارم راية يجزي المسيء الخير والإحسان. علمتنا يا خير خلق الله قاطبة أن السعادة في رضا مولانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، تلتقلان موجاتنا العاملة بموجات السماء العالية عبر أثير شاشات مليك مقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. في ليلة تكريم حرم المهندس الصديق جاد عليها من الله سحائب الرحمات ونسائم المغفرة. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تطيب ليلتنا هذه بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ارتقى منصة التلاوة الان من هو افصح مني لسانا وعلما وبيانا. الفتى الذهبي لدى دولة التلاوة ونابغة هذا الجيل، فضيلة القارئ الشيخ معتز علي عقوة، فليتفضل فضيلته مشكورا. يحضرنا العلم والعلامة فضيلة القارئ الشيخ أشرف أحمد حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله.
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل فأنا تسحرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله
ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت
صالحا فيما تركت كلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. يحظ من حفظ الكتاب بقلبه، يسعده بتلاوة القرآن،
يلقى من الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. أضاء المكان بنور القرآن وتجلت علينا أنوار الحق. سعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة للفتى الذهبي لدى دولة التلاوة وقارئ الشباب الأول فضيلة القارئ الشيخ معتز علي عقوة، القارئ والمقيم بمدينة المنزلة، في حضور العلم والعلامة فضيلة القارئ الشيخ أشرف أحمد حسين. كانت هذه التلاوة ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لروح حرم المهندس صديق جاد، عليها من الله سحائب الرحمات ونسائم المغفرة. شاطرين الأحزان لنجلها الكريم الأستاذ محمد صديق جاد، شاطرين الأحزان أيضا لعمومتها الحاج محمد والحاج السعيد جاد، شاطرين الأحزان أيضا لأبناء عمومتها الدكتور حمادة محمد جاد والدكتور المهندس السعيد محمد جاد، وعموم العائلات التي تتصل إليهم بصلة نسب وقرابة قاطبة واجب العزاء. نقلت هذه الليلة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم والشركة العالمية للصوتيات لصاحبها المهندس عزة الخولي من داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى كسور الخيام المكيفة، ومن تحت السماء المضيئة للولات الإنارة الحديثة. كل هذا وذاك إدارة الحاج محمود أبو شهيد، واجب الخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر محمود محمد الدسوقي. تنقل هذه الليلة عبر أثير موجات البث المباشر والشركة العالمية للتصوير للعالمي وحافظ التراث للسادة القراء المهندس فتحي منصور والمقيم بالعمرنة. الإخوة المعزون، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نواصل البث بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. محدثكم أحمد ماهر، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.